مراجعة فيلم ديزني الجديد شلبي. لا مش ديزني. مش ديزني؟ مراجعة فيلم الانيميشن الجديد شلبي. يا عم مش انيميشن برضو؟ فيلم شلبي هو أول أفلام السنة، بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، وإخراج بيتر ميمي. قصة الفيلم بتتكلم عن شاب اسمه صابر بيشتغل في ملاهي وبيحب تصميم العرايس، فصمم عروسة وسماها شلبي وقرر يعمل لها عرض خاص. اهلا وسهلا بيكم في حكايه الناس اللي ولا حاجه. شلبي لم نفسك. ندخل في الأسئلة المفيدة بقى. هل الفيلم حلو؟ هل لو دخلت هنبسط ولا لأ؟ هل ينفع أدخله مع عيلتي؟ اللي هيحدد إجابات الأسئلة دي هو منظورك أنت للفيلم. الفيلم موجه بنسبة كبيرة للأطفال، يعني بنسبة 90% هو موجه للأطفال. لو أنت هتدخل الفيلم مع عيلتك أو مع أولادك أو إخواتك الصغيرين فالفيلم هيكون مناسب جدا وهتنبسط جدا. أنا عن نفسي خرجت من الفيلم مبسوط جدا، بس ده لسبب إن أنا بحب أفلام ديزني جدا وبحب أفلام الأنيميشن جدا، ففكرة إن هم مقتبسين كل حاجة من الأفلام دي مخلياني مبسوط جدا وخارج من الفيلم وأنا سعيد. نيجي بقى للمزايا والعيوب. تعتبر أول تجربة في السينما إن هم يحاولوا يعملوا فيلم مخصوص للأطفال، فيلم بتكلفة كويسة وجودة كويسة وفيها قصة كويسة وتمثيل كويس، مش مجرد فيلم عاملين له دوبلاج زي بقية الأفلام القديمة. رقم 2 هي الكيمياء الرهيبة بين روبي وكريم محمود عبد العزيز، كأنهم بيمثلوا مع بعض من سنين، مش أول مرة يمثلوا مع بعض. كان نفسي اطلع مديرة مدرسة وبقيتي مديره مدرسه؟ سقطت في الاعدادية وما كملتش. أكتر حاجة عجبتني في الفيلم وهي حاتم صلاح اللي هو نفادي من الكبير قوي. الشخص ده حرفيا كل ما بيتكلم بيضحك، كل ما يظهر كل إفيه كل رياكشن بيضحك. مور واقف يسقف لي ربع ساعه، ده الزعيم بنفسه سلم عليا. زعيم مين؟ زعيم عادل شاكر. بيومي فؤاد يا جماعه، بيومي فؤاد ما ظهرش كتير على الشاشه، دي حاجه كويسه جدا اسعدتني انا شخصيا. حتى لما كان بيطلع ما كانش بيقول افيهات سخيفه قوي او بيستظرف زي كالعاده. فؤاد السويسي مؤلف كبير في السن. ومن الحاجات اللي علقت جدا وهتعلق مع الاطفال وهتعلق معانا كلنا هي الاغاني في الفيلم ده. حرفيا تحس ان اللي كتبها هو نفسه اللي كان بيكتب اغاني افلام زي طرزان وعلاء الدين بتاع زمان. نيجي بقى للعيوب، فهنا ممكن تكون هي نفسها هي المميزات على حسب منظورك الشخصي. لو انت ما بتحبش الافلام الطفوليه فبالنسبه لك الفيلم طفولي قوي، معظم الوقت هتحس بسذاجه القصه وسذاجه الاحداث اللي بتحصل وبتبقى متوقع كل حاجه واغلب اللي هيحصل. الاهداف حلوه ونبيله وكل حاجه وتحب تزرع القيم دي في الاطفال وهم صغيرين وقد ايه ويبقوا يعني مخلصين ويجروا ورا حلمهم والشغف والكلام ده. بس لو انت شخص كبير شويه في السن هتبقى يعني تشبعت من كل الكلام ده، سمعته في 50 محاضره تنميه بشريه و50 فيلم قبل كده عربي وانجليزي. اي حاجه برضه هي كل حاجه مثاليه زياده عن اللازم. في النهاية كله بيحب البطل، كله بيساعد البطل، كله بيضحي عشان البطل. مش الدرجات دي، حتى برضه لو هنعلم أطفال مش هنعلم أطفال إن الحياة ساذجة أوي كده. رأيي الشخصي إن المفروض كان فيلم زي ده يتصرف عليه أكتر ويتعمل فيلم أنيميشن بإنتاج ضخم بنفس الممثلين. كان هيبقى فيلم تحفة وكان هيبقى نقلة في تاريخ الصناعة المصرية. الخلاصة الفيلم حلو ولذيذ جدا، هتبقى خروجة حلوة أوي لو خرجت فيها مع عيلتك وولادك أو إخواتك الصغيرين. تقييمي النهائي للفيلم هو 7.5/10. بس ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتنزل تبص على الفيديوهات القديمة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. بس سلام.